صباح الخير، صباح الإيجابية والتفاؤل. أنا منى جمال، والنهاردة أقدم لكم حلقة من برنامج عيشها بإيجابية. خلينا كده متفقين في بداية كلامنا إن في حياتنا في علاقات كتير جدا، في علاقات متعبة نفسيا، علاقات سلبية، علاقات إيجابية. أنا النهاردة هعرفكم العلاقة اللي في حياتكم دي إزاي تعرفوا إن هي علاقة إيجابية ولا لأ، وإزاي أصلا تخلوها علاقة إيجابية. أول حاجة كده لازم تدور على ناس اهتمامها زي اهتماماتكم بالظبط، وبرضه لازم تدور على ناس عندها طموح، ما عندهمش كلمة مستحيل دي أبدا. ده كده بيكون من الجانب العملي. اما بقى الجانب الاجتماعي وده بيكون مهم جدا في العلاقات. اول حاجه لازم برضو تدور على ناس متسامحه، ناس تكون عفويه، ناس تقدرك وتديك قيمه. ولازم برضو تدور على ناس وانت معاهم هتحس بالامان، ولا انت تكون مستني منهم حاجه ولا هم كمان يكونوا مستنيين منكم اي حاجه. يعني بالظبط كده علاقه صافيه خاليه من اي شروط او قيود او تحكم. ونصيحه، ما تضيعش عمرك ولا تبذل مجهود ولا تضيع وقت في علاقه هي خسرانه اصلا. وخلي بالك، الانسان بيتعرف من الدايره اللي بتكون حواليه. يعني لو الدايره دي كويسه فالانسان ده هيتاخد عليه طبع ان هو كويس، ولو الدايره دي مش كويسه هيتاخد عليه طبع ان هو برضو مش كويس. عشان كده ما تدورش على نفسك في وسط دايره خسرانه او دايره مش شبهك، دور على اللي يشبهك. وما تقولش مفيش ناس مش كويسه، لا، في ناس كويسه كتير جدا، بس انت اللي مكسل وما بتدورش. دور هتلاقي. قرب من اللي شبهك وابعد عن اللي مش شبهك او اللي هيبوظ سمعتك. روق كده وعيشها بإيجابية.